مدام نعمت. ها؟ مدام نعمت، أيوة. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. انا جبتلك المبلغ اللي جمعناه من مبيعات المزاد امبارح، 5112 جنيه. بس كل العفش ما جابش غير كده؟ اول عن اخر. وبعدين؟ صرفي فيهم بعقل لغاية ما ربنا يفرجها. هيفرجها منين؟ الضرايب حجزت على البنك، والعمارة والأرض والخزنة، والحساب الختامي للشركة طلع مدين، والذهب اللي عندي بعته، والعفش بعته. فؤاد مش قال هيجيب لك مبلغ؟ فؤاد اختفى، مش بلاقيه، وبسأل عليه في التليفون بينكر نفسه. فؤاد اللي كان أكتر من صديق وأكتر من أخ، فؤاد اللي كان كل حاجة. سامح خطيب بنتي اختفى، داليا خطيبة رؤوف اختفت، فجأة لقينا روحنا لوحدنا، والبيت بقى على الحيطان. فجأة حسيت إن سني كبر 100 سنة، وخطوتي بقت تقيلة، وظهري انحنى كأني شايلة جبال. فظيعة الدنيا، فظيعة. مدام نعمت، من اللي يعيش النهار لازم يعيش الليل. احنا على أرض بتدور. والإمتى هيطول الليل؟ أنا تعبت. مدام نعمت، مش قادرة، مش قادرة. والمجرم اللي اختلس كل شيء وزور كل شيء وأخد الفلوس وراح باريس يصرفها على الكباريهات والقمار، شريك الشيطان اللي أخد حياتنا وهرب بيها. مفيش قانون يحاسبه، مفيش بوليس يعتقله، مفيش حكومة تسجنه. هنطلب اعتقاله ازاي؟ مفيش أدلة ولا أوراق ولا شهود. صاحب الحق نفسه عادش داري بنفسه ولا بينا. واللي قتلني وهرب الغادر الجبان. ها؟ مين ده مدام؟ أبدا، برضه مفيش أدلة ولا أوراق ولا شهود. جريمة قتل بدون دم، بدون بصمات. ربنا موجود يا مدام. يا ترى ربنا معانا ولا علينا يا مطر أفندي؟ ربنا مع الحق. كل واحد متهيأله إنه على الحق. الحق بقى نسخ كتير قوي بعدد الناس. حق واحد بس مفيش غيره يا مدام. أنت مؤمن يا مطر أفندي؟ ونعم بالله يا هاني. طيب ليه الدنيا فوضى؟ ليه كلها عذاب؟ هي فوضى بسببنا احنا. تصريفنا لدنيانا هو اللي بيسبب كل الفوضى والعذاب. ربنا بيحب الكل، لكن الإنسان هو اللي عدو نفسه. وليه الإنسان عدو نفسه؟ ليه؟ ده سؤال كل واحد يسأل روحه عليه يا مدام. ده سؤال ليه ملايين الأجوبة بعدد سكان العالم. كل يوم بسأله لنفسي 1000 مرة، كل ساعة، كل دقيقة، كل لحظة، لما دماغي انفجرت مش لاقية جواب. العمر كله جواب، أفعالنا كلها لحظة جواب. يعني ايه قصدك؟ انت بتتهمني يا مطر؟ أنا مش بتهمك يعني. انا عارفة كل الناس بتتهمني، كل العيون بتتهمني، كل واحد بيشتمني من ورا ظهري، حتى الساكت سكوته بيتهمني. كل واحد بيقول نعمت هي اللي عملت فيه كل ده، نعمت هي اللي قضت عليه، نعمت هي اللي خربت حياته، نعمت هي اللي هدمت مستقبله. مفيش حد بيسأل هو عمل في نعمة ايه؟ يمكن انا اتجننت صحيح، لكن هو اللي جنني، هو اللي جنني. ده كلام ملوش لازمة دلوقتي يا مدام. عادش ينفع. متعذبيش روحك. اللي حصل حصل، وسهم ربنا نفد. مفضلش لينا إلا إننا نقبل الحكم. مش قادرة يا مطر، مش قادرة. الزلزال اللي حصل أكبر من عقلي، أكبر من قدرتي. الحوادث سبقتني، الليل هجم عليا في عز الظهر، والشيخوخة دفنتني في عز الشباب.
فلوس يا نعمة هانم. مش معقول، مش قادرة أصدق. ده بيت أحمد بيت الشهاوي، ده صالون نعمت. التليفون ساكت زي الموميا اللي كان بيرن كل 5 دقايق، اللي كان بيكلمني كل شوية زي المجنون ويقول لي وحشاني، بحبك، بموت عليكي، بقالي 5 دقايق ما شفتكيش. دلوقتي أطلبه ألاقي شايل السماعة. فؤاد اللي حبيته حب العبادة وضيعت فيه حياتي وعمري، دلوقتي بينكر نفسه وينكرني. أجيب منين العقل؟ ما عادش في معنى لأي شيء، كل شيء بقى ضلمة، كل حياتي بقى ضلمة، بقت خراب. انفض السامر وماتت الضحكات وانطوى كل شيء، كأنه وهم وكأنه خيال وكأنه حلم، وأنا بقيت مش أنا، وهو مش هو، وهم مش هم. فين الحقيقة من ده كله؟ أنا مين؟ أنا نعمة اللي كانت ألا نعمة اللي بقت؟ وهو مين؟ هو فؤاد القاسي الغادر اللامبالي، ولا فؤاد العاشق الحنون؟ كان كذب كل اللي كنا فيه، كان تمثيل. مش معقول، مش قادر أصدق، مش قادر أصدق. لا، لا، مش ممكن. لازم اقطعوا لي حته من مخي زي ما عملوا لأحمد. لازم خدروني واخدوني لباريس وعملوا لي جراحه غصب عني، ورجعت واحده تانيه. توفيق، دكتور توفيق، يا دكتور توفيق.